سر البهججة في لبسي. قلة وليست قليلة دايما يقولوا لي بنشوفك بنحس ببهجة من لبسك، يعني بتحسي كده بتبقي بتخشي علينا من بعيد بالفرحة والطبل والزغاريد. باختصار شديد حبة شركات صغننة بتغير شكلك. كلنا عندنا جاكيت جينز وكلنا عندنا هاي كول وده بنطلون البيجامة ملناش دعوة بيه. أول حاجة بفكر فيها إن الألوانات تبقى متناغمة ومتسانجة مع بعض. يعني مثلا هنا هختار الطرحة بنفس درجات لون الجاكيت، ولبست الطرحة بالطريقة المعتادة ولازم نثبتها بدبوسين يا سادة. طارت مرة من الميكروباص وكملت طريقي كله بالبندانة. دي أساسيات كلتنا عارفينها. استنوا هقولكوا تريكات أكتر هتخلي شكلك زي السكر. ممكن نضيف إكسسوارات صغيرة مثلا زي الكاب على الطرحة، وهنا الشكل بيتحول من السنبلة إلى الكاجوالة اللي هو أيام فانكي يا ول. ولو مركزين في التفاصيل الصغنططة هتلاقوا لون الكحل تشبك الأصل لون الطرح، وحلو جدا لو لبستي لون الطرحة تشبك الأصل لون الروج، تحسي ان انتي منورة ما تعرفيش النور ده جاي منين. ولو احنا في الشتاء والطقس مائل للبرودة هنشيل الغين ونحط البر. دي كان اعلان للأستاذة عبلة كامل زمان، اللي يعرفه يبقى برنس. انما في حالتنا احنا هنشيل الكاب ونحط الايس كاب، بيدي حبة كياتة. طبعا احنا هنا عارفين كلنا دي نظرة ايه، اتشمخ يا بت. سيبوكوا من الهطل اللي انا بعمله، بس لو ركزتوا هتلاقي هنا الطرحة نفس لون الكحل والايس كاب نفس لون الروج. بيدي احساس كده للي يشوفك تزانج على تناغم على تحسي ان انتي حاجة واحدة. طب انا عايزة اغير في شكلي اكتر يا بت يا ايه، وفي حالة ان الطقس شديد البرودة اعمل ايه؟ هنشيل الغين ونحط البر برضه. هنا بقى هنعمل حاجة مختلفة، هنشيل الايس كاب ونحط الكاب. شايفين الابتكار؟ بهزر يا رمضان انت ما بتهزرش، استنوا بس عليا. هنجيب بقى نحط الايس كاب فوق الكاب، بس ده لو كان الطقس شديد البروده، يعني مثلا نازله الصبح بدري راجعه البيت متاخر، فده هيفيدك قوي بقى، تحسي ان انت متدفيه. ده انا كنت قاعده قدام البحر ولا حاسه بحاجه، مفصوله عن الدنيا. ده غير اللي هيشوفك مش هيفهم انت عامله ايه، يعني هيفتكر ان هو ايس كاب بكاب ولا انت عامله ايه بالظبط، مش هيفهم، ما تبقيش انت مفهومه. وشكله في منتهى الشياكه، والشكل اختلف برضو تماما. واختيار الالوان مهم جدا، الكحل مع الروج مع الايس كاب مع الكاب. انا لابسه هاي كول اسود من تحت زي لون الكاب، اللي هيشوفك هيحس ان انت ستايلست في نفسك. بعيدا عن بنطلون البيجامه هتحسي ان في ستايلست بيلبسك. حقيقي السهل الممتنع بحاجات بسيطه جدا بس بتدي لمسه جماليه. وممكن كمان فكره تانية ان احنا نلبس الكاب من غير اي طرحه من تحت منه ونلبسه هو بس. في حكمه بتقولك لو عملت حاجات مختلفه كتير وعايز تغير ارجع للعادي، هتحس نفسك ان انت مختلف. ودي حكمه في الحقيقه انا مألفاها وانا قاعده. ولو هنلبس الكاب من غير طرحه ومش لابسه الهاي كول، لفي مثلا كوفيه لو في الشتاء وسكارف خفيف لو في الصيف. وهنا اختياري للون السكارف شبك الاصل لون الحلق. شايفين البهججه؟ طيب انا عايزه البس الكاب يا بت يا يوكا، بس عايزه يبقى شكلي كيوت. انا احب اللي يدلعني قوي. بص يا ست، هنفرد الطرحه بتاعتنا زي الساحر كده، ونقوم كشكش 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 ونحطها على الكاب بالشكل ده، ونقوم قامطينها من ورا ونديها حته فيونك. وطبعا الاهم من الشغل تظبيط الشغل، لازم نهندم الفيونك. وهنا كلنا لازم ندعي ربنا انها تطلع حلو، اذ فجاه هتلاقي نفسك قلبتي على سعاد حسني، مش عارفه ليه. مع هي كانت بتعمل البتاع والله العظيم مش فاكره، بس انا يعني انا بحس ان انا فيا من سعاد حسني بس بالروح، مش ممكن يكون مش الشكل بس روحي. صح ولا ايه؟ انتوا حتى لما قلتوش صح هو صح. ايوه انا ديمقراطيه جدا. وممكن كمان نغير لون السكارف بشبك الاصل لون الروج. يا بنكتك يا بتشايو. خلصنا تريكات النهارده. كان معاكم آية عمر، وكنتم معايا اجمل اخوات، وبجد بحبكم جدا 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 جدا، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.